هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الآكارم متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الاثنين 15 من يونيو. كما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الأكارم نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم وضمن برنامج تعليق على الحدث الأسبوعي نغطي معكم الأحداث الجارية في ليبيا وتداعياتها الإقليمية. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. احتجاز باخرة تحمل الذرة إلى إريتريا في ميناء أغادير المغربي. رئيس مجلس السيادة في السودان يؤكد استعداد القوات النظامية لحماية الفترة الانتقالية. مصر واليونان تستعدان لترسيم حدودهما البحرية. وأخيرا منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار سريع لوباء كورونا في أفريقيا. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة إرنا. أفاد مصدر دبلوماسي لإذاعة أرينا بأن سفينة تحمل أطنانا من الذرة الماشلة من الولايات المتحدة إلى إريتريا تم احتجازها في ميناء أغادير المغربي في الأيام الماضية. وقال المصدر بأن الاحتجاز قد يكون بسبب الإجراءات الصحية الطارئة بسبب وباء فيروس كورونا. الجدير بالذكر بأن إريتريا كانت قد اشترت ما يقارب 33 ألف طن من الذرة من الولايات المتحدة في بداية شهر يونيو الجاري. أكد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان بأن القوات النظامية انحازت للتغيير وستمضي فيه وصولا إلى حكومة منتخبة. جاء ذلك في التنوير الذي قدمه لقادة الجيش والمخابرات والشرطة نهار يوم الأربعاء الماضي بخصوص قرارات مجلس الأمن حول السودان. وشرح البرهان للضباط قرار مجلس الأمن بإرسال بعثة مساعدة في الفترة الانتقالية، والقرار الذي يمدد لبعثة الأمم المتحدة في السودان المعروفة باسم اليوناميد حتى نهاية العام الجاري. وكان قراري مجلس الأمن الأخيرين بشأن السودان قد أثارا لغطا واسعا في البلاد، خاصة قرار إرسال بعثة للمساعدة في الفترة الانتقالية، حيث اعتبر معارضون لطلب الحكومة السودانية مساعدة الأمم المتحدة في الفترة الانتقالية استدعاء للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد. ذكر موقع بوابة أفريقيا الإخباري المختص في الشؤون الأفريقية أن وكالة نوفا الإيطالية أعلنت أن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس سيزور مصر في 18 من يونيو الجاري لاستئناف المفاوضات مع السلطات المصرية حول اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. ووفقا لما نقلته الوكالة، فإن عقاب التوقيع على اتفاقية لتعيين المناطق الاقتصادية الخالصة بين اليونان وإيطاليا، أعلن ديندياس أنه سيزور مصر للحصول على نتيجة مماثلة. وبحسب تصريحات وزير الخارجية اليوناني، فإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الثلاثاء بين إيطاليا واليونان بتعيين المناطق الاقتصادية أثار غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أن إيطاليا تبنت بالكامل تفسيرا للقانون الدولي على النحو الذي تقصده اليونان. كما أوضح وزير الخارجية اليوناني أن تركيا هي التي تصر فقط على رؤية أحادية البعد. يذكر أن وزيري خارجية إيطاليا واليونان عقدا مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء 8 من يونيو في أثينا في أعقاب توقيعهما على اتفاقية لتعيين المناطق الاقتصادية بين البلدين وإقامة منطقة اقتصادية حصرية. وستتمكن مصر من التنقيب عن النفط والغاز في المناطق الاقتصادية الغربية الواقعة على الحدود البحرية مع اليونان بشكل خاص. نقلت البي بي سي عن المديرة الإقليمية للقارة الأفريقية في منظمة الصحة العالمية ماشيسيديو مويتي أن الوباء آخذ بالانتشار خارج العواصم والمدن الكبرى في أفريقيا، وأن شح الاختبارات ومعدات الوقاية اللازمة يقوض فرص التعامل مع المرض. وأضافت أنه لا يبدو أن السلطات تخفق في تعقب حالات الإصابات الخطيرة وحالات الوفاة. وكانت أفريقيا حتى وقت قريب أقل قارات العالم تأثرا بالوباء.
وقالت الدكتورة مويتي في مؤتمر صحفي عقدته في مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف أن جنوب أفريقيا شهدت أكثر من ربع حالات الإصابة المسجلة في القارة، وأن البلاد تشهد عددا كبيرا من حالات الوفيات. ويوجد في جنوب أفريقيا أحد أكثر الأنظمة الصحية تطورا في القارة، ولكن ثمة مخاوف من أن زيادة كبيرة في حالات الإصابة قد تفرض ضغوطا كبيرة عليه. ونالت حكومة جنوب أفريقيا الثناء لفرضها إجراءات إغلاق في وقت مبكر، ولكن تخفيف هذه الإجراءات في وقت سابق من الشهر الحالي صاحبه ارتفاع في عدد الإصابات. يذكر أن أكثر من 7.3 مليون شخص أصيبوا بالفيروس على نطاق العالم، مات منهم أكثر من 416 ألفا. وقالت الدكتورة مويتي أن أفريقيا شهدت نحو 200 ألف إصابة و5,000 حالة وفاة، وأن 10 من الدول الأفريقية شهدت 75% من هذه الحالات. وقالت رغم أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في أفريقيا لا تمثل إلا 3% من مجموع الحالات حول العالم، من الواضح أن انتشار الوباء آخذ بالتسارع. وحذرت المسؤولة الدولية من أنه من المرجح أن يتواصل هذا التسارع في المستقبل المنظور. استمعتم فيما مضى مستمعي ومستمعات الأفاضل إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة إيرينا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. احتجاز باخرة تحمل الذرة إلى إريتريا في ميناء غادير المغربي. رئيس مجلس السيادة في السودان يؤكد استعداد القوات النظامية لحماية الفترة الانتقالية. مصر واليونان تستعدان لترسيم حدودهما البحرية. منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار سريع لوباء كورونا في القارة الأفريقية. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إيرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الأكارم والمستمعات الفضليات، أهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، والتي نغطي فيها الأحداث المتسارعة في ليبيا، حيث استطاعت القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية من دحر قوات الجنرال خليفة حفتر التي كانت على وشك الوصول إلى العاصمة طرابلس، وذلك بمساعدات تركية متقدمة. وأحدث تراجع الجنرال حفتر تغييرا في السياسات الإقليمية لكل من الأمارات ومصر وروسيا وحلفاء حفتر في المنطقة، بما في ذلك إريتريا التي شكلت جسرا جويا لنقل السلاح من الأمارات إلى مصر ثم إلى ليبيا. وللمزيد حول هذا الموضوع نقدم لكم وجهة نظر مصرية وتركية لما يدور هناك، حيث أن ما يجري في ليبيا هو أساسا حرب بالوكالة يستخدم فيها الشعب الليبي كوقود. في الجزء الأول نقدم لكم مقال الكاتب المصري محمد أبو الفضل لموقع العرب تحت عنوان مخاوف مصر الإقليمية تعرقل تدخلها في ليبيا. أما في الجزء الثاني فنقدم لكم تقريرا من TRT العربية لسعيد الحاج تحت عنوان حدود التعاون الروسي التركي في ليبيا، وهو يقدم الرؤية التركية لما يجري في ليبيا. متابعة طيبة أرجوها لكم. هذه إذاعة إيرينا. ونبتدئ الحلقة معكم بمقال محمد أبو الفضل لموقع العرب تحت عنوان مخاوف مصر الإقليمية تعرقل تدخلها العسكري في ليبيا. ويقول محمد أبو الفضل: أجرى رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح مشاورات مع مسؤولين في مصر بعد يومين من زيارة قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وبعد ساعات من بيان للجيش يؤكد الانسحاب من محيط طرابلس في ظل تحركات دولية تسعى إلى استئناف العملية السياسية وتمسك تركي باستمرار دعم رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، فيما يسيطر الغموض على موقف مصر بشأن ما إذا كانت ستتدخل لحماية مصالحها أم أن لديها مخاوف تعيق هذه الخطوة. ويرى مراقبون للتطورات على الساحة الليبية وما أدى إليه من تدخل تركي وتمركز الآلاف من الإرهابيين والمرتزقة أن مصر تتعامل مع طبيعة الخطر الناجم من هذا التحول بهدوء وترفض المغامرة غير المحسوبة، مع أنه يمثل تهديدا مباشرا لأمنها القومي. وبعد تمديد أنقرة وأذرعها المسلحة وتراجع الجيش الوطني الليبي في محيط طرابلس،
أصبح الخطر شديدا على المصالح المصرية، لأن أنقرة لن تكتفي بما حققته وقد تستمر إلى ما بعد طرابلس وترهونة مستفيدة من الصمت الإقليمي والدولي. ويتخوف المصريون من أن تعيد تركيا من خلال تمركزها في ليبيا سيناريو استهداف الأخوان لمصر من السودان منذ زمن الرئيس الراحل حسني مبارك. وسبق أن حذرت القاهرة مبكرا من التدخلات الخارجية ومن مغبة تمدد الجماعات الإرهابية، ورفضت هيمنة الأخوان على السلطة السياسية في طرابلس ولم تخفي دعمها للجيش الليبي، وينظر إليها الليبيين على أنها الحليف الرئيسي لهم في مرحلة الدفاع عن بلادهم في وجه التمدد التركي، ولكنها إلى الآن تكتفي بتصريحات مقتضبة عن رفض مآلات التصعيد العسكري. وخلال زيارته للقاهرة يوم الأربعاء الماضي أجرى خليفة حفتر محادثات مع مسؤولين في مصر حول التطورات الأخيرة، ولكن ما تسرب يقول أن المحادثات تركزت على العودة إلى المفاوضات العسكرية المعروفة ب5+5 وترحيب الأمم المتحدة بذلك، مع أن حفتر لم يخفي أنه ذهب إلى القاهرة بحثا عن دعم أكبر وأوسع من الإسناد السياسي. لازلتم تستمعون مستمعي ومستمعات الأفاضل إلى وجهة نظر مصرية حول ما يجري في ليبيا، يكتبها محمد أبو الفضل لموقع العرب تحت عنوان مخاوف مصر الإقليمية تعرقل تدخلها العسكري في ليبيا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ويواصل محمد أبو الفضل القول: وذكرت أنباء على هامش الزيارة أن قائد الجيش الليبي ذهب إلى القاهرة وهو يرفع سقف مطالبه لمواجهة الغزو التركي، من بينها طلب تحرك سريع من مصر لرفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي في الوقت الذي يحظى فيه خصومه في طرابلس بدعم علني غير محدود، بما في ذلك مشاركة قوات تركية في المعارك وفق ما جاء على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة الماضي في تصريحات لصحف محلية. وتعتقد مصادر مصرية أن حفتر فقد جزءا من زخمه العسكري والإقليمي بعد التطورات الميدانية الأخيرة، وهو ما يعد إخفاقا لمن راهنوا عليه مبكرا في القاهرة، ولكن لم يتضح إلى الآن لماذا أحجمت مصر عن استخدام آلتها العسكرية لصد الهجوم التركي. وتبدو القاهرة صامتة أكثر من اللازم على الوجود التركي في فنائها الخلفي، وهي تعلم أن طموح أردوغان لن يقف عند طرابلس وأن عينيه على النفط، ويهدد هذا الصمت منزلة مصر لدى الليبيين كما يهدد مواطن العمل لمئات الآلاف من المصريين. ولكن مصادر مصرية تقول أن الجهات المسؤولة عن الملف الليبي بمصر تعرف تفاصيل الأزمة وتقاطعاتها الداخلية والخارجية، ولم تخلق خطوطها مع بعض الخصوم، وهي في أوج انحيازها الواضح للجيش الوطني بقيت منفتحة على القوى الدولية المعنية وبعض القوى المحلية التي ليست على وفاق مع الرؤية المصرية العامة، وأن الوضع ليس مواتيا لما هو أكثر من الموقف الحالي. والتقطت تركيا خيط تردد مصر وتعدد حساباتها وبنت عليه تدخلها المباشر، وهي متأكدة أن القاهرة غير مستعدة للدخول في حرب عصابات مهما تصاعدت المخاطر في ليبيا. ولم يثر التردد المصري تساؤلات الليبيين فقط الذين كانوا يعتقدون أن القوات المصرية ستهب إلى نجدة بسرعة المطلوبة، بل بات يثير تساؤلات حول الردع العسكري المصري الذي تحول إلى عبء. فإذا كان الجيش القوي الذي يعد ضمن أهم 10 جيوش على مستوى العالم لا يتحرك وهو يرى تهديدات على مرمى البصر منه في ليبيا، فما الجدوى من تكديس الأسلحة المتطورة؟ ويلح هذا السؤال على أذهان كثيرين داخل مصر وخارجها، ووجدت العرب أن الإجابة عنه التي استفتتها من مصادر مختلفة مفادها أن القاهرة على يقين من أن جيشها غير مستعد للدخول في حرب عصابات، فإذا كانت حربها على الإرهابيين في سيناء استغرقت كل هذا الوقت، فكيف يمكن أن تستغرق مواجهة هؤلاء في ليبيا، وخاصة أن هناك حدودا بحرية وبرية مفتوحة وتمركزا كبيرا لتنظيمات متطرفة. وذكرت مصادر سياسية مطلعة للعرب أن هناك شعورا راسخا لدى دوائر رسمية بالتآمر لجر مصر إلى مستنقع ليبيا، وقد يكون الدخول ممهدا، غير أن الخروج غير مضمون، مما يجر البلاد إلى حرب استنزاف تضيع معها الجهود التي بذلت لبناء دولة حديثة. يضاف إلى ذلك أن ليبيا منطقة نفوذ لقوى دولية تقليدية لن تسمح بأن يؤدي أي تدخل مصري إلى انتصار رؤية القاهرة السياسية التي تميل إلى دعم الجيوش النظامية ودحر القوات الإسلامية في شمال أفريقيا، مما يعني أن تدخلها مرجح أن تعقبه تحرشات واسعة.
ربما تخلق لها موقفا يصعب علاجه مع دول الجوار، كما أن الطيران المصري لن يكون حاسما بمفرده، مما يتطلب الدفع بوحدات كبيرة من المشاة، ومن هنا تأتي الخطورة حيث يسقط الكثير من الضحايا. وتدرك القاهرة أن ليبيا لها خصوصية في حسابات بعض القوى التي من مصلحتها صد الطموحات التركية عند حد معين، وإذا كانوا قد سمحوا بالتوغل التركي وصمتوا على ذلك، فعليهم مواجهة طموحات أردوغان الذي يهدد مصالحهم الاقتصادية وتحمل تكاليف رؤاهم القاصرة وحدهم. وترى دوائر عسكرية في مصر أن الوجود التركي في ليبيا هو تهديد للنظام الحاكم في مصر، بينما يتعلق التهديد المتوقع من إثيوبيا بسبب بناء سد النهضة بمصير الدولة المصرية، وهو أولى بالاستعداد للتعامل معه، وأن أي تدخل عسكري في ليبيا حاليا سيفتح الطريق لإثيوبيا لتنفيذ مشروعها دون اكتراث وتشجيع دول حوض النيل على تكرار تجربتها. استمعتم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل في الجزء الأول من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث إلى وجهة نظر مصرية لما يجري في ليبيا تحت عنوان مخاوف مصر الإقليمية تعرقل تدخلها العسكري في ليبيا، وهو لمحمد أبو الفضل في موقع العرب في الإنترنت. هذه إذاعة إرنا. وبعد أن قدمنا لكم وجهة نظر مصرية حول ما يدور في ليبيا، نقدم لكم وجهة نظر من الطرف الآخر، وهي من تركيا تحت عنوان حدود العلاقات بين تركيا وروسيا في ليبيا بقلم سعيد الحاج، ويقول فيها: ما صح في سوريا سابقا يصح في ليبيا حاليا ومستقبلا، هو أن جملة المصالح التي تجمع روسيا وتركيا قادرة على تجنيبهما المواجهة، حيث أثبت الرئيسان أردوغان وبوتين أكثر من مرة قدرتهما على المناورة والتوصل لتفاهمات رغم تعارض الرؤى. ورغم العلاقات الجيدة والتنسيق المتزايد بينهما مؤخرا، تحمل التطورات الأخيرة في المشهد الليبي نذر مواجهة بين تركيا وروسيا رغم حرص الطرفين على تجنبها. ففي المقام الأول ثمة تباين واضح في منطلقات كل منهما في مقاربة الشأن الليبي والدور الذي يلعبه كل منهما. تنكر روسيا التدخل المباشر العلني وتدعي علاقة متوازنة بين طرفي النزاع والسعي لحل سياسي له، رغم التقارير المتواترة عن المشاركة الميدانية لشركة فاغنر الخاصة وعلاقتها بالكرملين. في المقابل، تصطف تركيا بشكل علني إلى جانب حكومة الوفاق المعترف بها دوليا بعد توقيع اتفاقية تعاون أمني وعسكري معها على قاعدة إعادة التوازن للمشهد الليبي بما يمكن أن يسهم في الحل السياسي. تريد موسكو موطئ قدم على الساحل الليبي يزيد من قوتها في مواجهة حلف الأطلسي، وخصوصا في منطقة النفط الليبي، بينما تريد أنقرة حكومة ليبية قوية واستقرارا يضمنان استمرار اتفاقيتهما مع طرابلس، وبذلك تتبدل مصلحة تركيا في وحدها ليبيا جغرافيا وسياسيا، بينما قد لا تمانع روسيا في تقسيمها رسميا أو فعليا في حال ضمنت مصالحها. رغم هذا التباين، خرج الطرفين بنداء مشترك لوقف إطلاق النار في ليبيا في يناير الماضي بالتزامن مع وقف إطلاق النار في إدلب، ورعايا محادثات ليبية في موسكو كادت أن تؤدي إلى توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار قبل أن يتراجع عنه خليفة حفتر حينه بسبب رهانه على إمكانية الحسم الميداني لصالحه. لا زلتم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تستمعون إلى وجهة نظر تركيا لما يجري في ليبيا تحت عنوان حدود العلاقات بين تركيا وروسيا في ليبيا بقلم سعيد الحاج. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ويواصل سعيد الحاج القول: كان ذلك في بداية العام، لكن ماء كثيرا سرى تحت الجسر في الأشهر القليلة الماضية، حيث استطاعت حكومة الوفاق وبدعم تركي تغيير المشهد الميداني بشكل لافت. لم تتدخل تركيا عسكريا بشكل مباشر في القتال، لكنها قدمت لحكومة السراج دعما ثلاثيا من خلال تنسيق الفرق المقاتلة تحت لوائها ونشر منظومات دفاع جوي، إضافة للعامل الأهم المتمثل في الطائرات بدون طيارة تركية. هذه الأخيرة صنعت الفارق فيما يبدو في العملية العسكرية التي أطلقتها حكومة الوفاق ضد حكومة حفتر لفك الحصار عن طرابلس، والتي كانت نتيجتها دحره عن عدة مدن في الغرب الليبي، فضلا
عن قاعدة الوطية الاستراتيجية لتدور المواجهات حاليا في محيط مطار طرابلس. وإذا كان هذا خطيرا بالنسبة لحفتر وداعميه الإقليميين وحساباتهم، فقد شمل كذلك 3 تطورات مهمة بالنسبة لموسكو. فقد أفادت تقارير عدة بانسحاب مئات من مقاتلي فاغنر من محاور القتال الرئيسية في محيط العاصمة الليبية، في تطور يحمل عدة دلالات مختلفة. وتفيد تقارير بأن خليفة حفتر فقد أسلحة روسية استراتيجية أدت إلى تراجعه في الحرب. وتقدم المصادر الروسية عدة سرديات من التقليل من حجم هذه الخسائر، منها أن موسكو لم تكن المورد المباشر للمنظومة إلى قوات حفتر، وأن الأخيرة هي من أساءة استخدامها بما أدى لهذه النتائج، وليس للضعف في هذه المنظومة التي تعرف باسم S1، بأنها استطاعت إسقاط عددا من المسيرات التركية رغم ما أصابها من ضرر. لكن ذلك لا يغير من المعادلة الرئيسية شيئا، وهي أن مواجهة قد حصلت فعلا بين سلاح روسي وآخر تركي على الأراضي الليبية، وأن الأخيرة أثبتت فعالية في مواجهة الأولى تشكل إحراجا لموسكو. أما التطور الثالث فهو نقل روسيا عددا من الطائرات المقاتلة إلى ليبيا، وتحديدا إلى قاعدة الجفرة حسب الولايات المتحدة الأمريكية. وقد ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جوناثان هوفمان أن عدد 14 طائرة من طراز سوخوي 24 وميك 29 نقلت إلى هناك. الجانب الروسي نفى ذلك على لسان نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير دزاباروف، الذي عد الاتهامات الأمريكية محاولة لتشويه سمعة بلاده. ولكن دولا أوروبية مثل بريطانيا وفرنسا دعمت التقارير الأمريكية وحذرت من التداعيات. وبالنظر إلى الرؤية التركية القائمة على تمكين حكومة الوفاق وكسر هجمة حفتر على العاصمة لدعم الجهود السياسية، فمن غير المتوقع دعم أنقرة لفكرة استمرار عمليات الوفاق في الشرق، بما يقلل من احتمالات المواجهة ولا سيما المباشرة مع موسكو. رغم ذلك ستبقى المواجهات والرسائل غير المباشرة بين الطرفين قائمة في المشهد الليبي، خصوصا في ظل إصرار بعض الأطراف على دعم حفتر وتسليحه لمعاودة الهجوم على طرابلس وتعويض تراجعه وخسائره الأخيرة، فضلا عن الموقف الأمريكي الداعم ضمنا لتركيا من خلال انتقادات التحركات الروسية والتحشيد ضدها. كما أن هناك احتمالات لرد موسكو على هذه التطورات المحرجة لها في سوريا وتحديدا في إدلب. صحيح أن البروتوكول الأخير الموقع بين تركيا وروسيا قد نزع فتيل عملية عسكرية واسعة في المنطقة، إلا أن معظم التقديرات تشير إلى أنه مرحلة مؤقتة قبل أن يعود النظام للهجوم بدعم الروسي. هذه إذاعة إرنا. وأخيرا فإن ما صح في سوريا سابقا يصح في ليبيا حاليا ومستقبلا، وهو أن جملة المصالح التي تجمع روسيا وتركيا قادرة على تجنيبهما المواجهة، حيث أثبت الرئيسان التركي أردوغان وبوتين أكثر من مرة قدرتهما على المناورة والتوصل لتفاهمات رغم التعارض في الرؤى بين بلديهما. استمعتم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل في الجزء الثاني من برنامج تعليق على الحدث، والذي يغطي الأحداث في ليبيا إلى وجهة نظر تركية تحت عنوان حدود العلاقات بين تركيا وروسيا في ليبيا بقلم سعيد الحاج. وقبله كنا قد قدمنا وجهة نظر مصرية تحت عنوان مخاوف مصر الإقليمية تعرقل تدخلها العسكري في ليبيا بقلم محمد أبو الفضل لموقع العرب. ونذكر مستمعاتنا الكريمات ومستمعينا الأكارم دوما بأن وجهات النظر هذه لا تعبر عن إذاعة أرينا، بل هي تحليلات لمحللين ومعلقين سياسيين نهتم بها ضمن برنامج تعليق على الحدث بغرض تقديم وجهات نظر مختلفة لما يجري في ليبيا ضمن هذه الحلقة. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وبهذا القدر مستمعي ومستمعات الأفاضل من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، نكون وياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية وفقرات برنامجنا لهذا اليوم. وقبل الختام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم من محدثكم فتحي عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.